تحية طيبة للفريق. سنتحدث اليوم عن رياضة وطنية جديدة لدى جيراننا، التحديق في السماء. لماذا؟ لأن الجزائريين وعناصر البوليساريو أصيبوا بالتواء جماعي في الرقبة، فهم يعيشون رعبا مطلقا من الطائرات المغربية المسيرة. في مخيمات البوليساريو تسود حالة من الذعر الشديد، فبمجرد مرور ذبابة أو نحلة يقفز الجميع داخل الحفر. لقد وصل بهم الرعب إلى درجة أنهم حين يرون لعبة تعمل بالتحكم عن بعد يهرعون لطلب اللجوء السياسي. إن الطائرة المغربية المسيرة ليست مجرد آلة، بل هي شبح موجودة ولكن لا تراها، بينما هي قادرة على رؤية مركة جواربك المثقوبة من طبقات الجو العليا. أما في الجزائر العاصمة، فالجنرالات يتصببون عرقا، يحاولون التصدي لطائرات مسيرة من طراز 2026 برادارات لا تزال تعمل بالفحم الحجري. المغرب يضغط على لوحة لمس ذكية من مكتب مكيف في الرباط، وفي المقابل يحاولون هم الاختباء تحت أغطية صوفية لتجنب المجسات الحرارية. يا سادة، الصوف لا يخفي الحرارة بل يضاعفها. هذا ليس جيشا، بل هو عرض هزلي للشواكر. باختصار، بينما يدير المغرب تكنولوجيا الجيل الخامس يديرون هم البارانويا على مدار الساعة. البوليساريو لم يعد يقوم بدوريات، بل بجلسات غميضة عملاقة، والمشكلة هي أن الطائرة المغربية المسيرة هي بطلة العالم في هذه اللعبة. الطائرة المسيرة، العلاج الجذري لأرق البوليساريو. لقد أصبحت سماء الصحراء الكابوس الأسوأ لميليشيات البوليساريو ولرعاتهم الجزائريين. فمنذ أن نشرت القوات المسلحة الملكية ترسانتها التكنولوجية، انتشر مرض جديد في مخيمات تندوف يدعى درونوفوبيا. وحسب مصادرنا، فقد استبدل عناصر البوليساريو بذاتهم العسكرية بملابس تنكرية على شكل نبات الصبار لمحاولة الإفلات من يقظة المسيرات المغربية، لكن دون جدوى. فالتكنولوجيا المغربية متطورة لدرجة أنها قادرة على رصد النوايا السيئة قبل أن تخطر على بال الفنفاليين. وفي الجزائر ليس الوضع بأفضل حال، فالرادارات التي تعود للحقبة السوفيتية والتي لا يتعدى مداها التكنولوجي رصد الحمام الزاجل أصيبت بالعمى التام، حتى أنه شوهد أحد الجنرالات وهو يحاول إسقاط طائرة مسيرة بنبلة مقلاع، قبل أن يدرك في النهاية أنه كان يصوب نحو شهاب عابر. وبينما يحلق المغرب فوق الجميع بدقة جراحية، يتعلم البوليساريو أخيرا احترام قاعدة بسيطة: البقاء مختبئا. فمع أدنى حركة يأتي صوت النقرة القدرية. إن المغرب لا يخوض